والشعب اللي فيه الترابط ده ما يتخافش عليه. في الغردقة وفي شارع النصر قبل الفطار وبكام ساعة هتلاقي راجل عمره في أوائل الخمسينات واقف مع مجموعة شباب اللي لابسين أبيض ولابسين جوانتيات، بينسقوا بمنتهى الاهتمام مجموعة من أصناف الأكل المحترمة الفخمة وبيحطوها بحرص فوق ترابيزات مرصوصة في الشارع. ما تستغربش، دي مائدة رحمن، والراجل ده اسمه محارب عجايبي، مصري مسيحي. الموضوع مش جديد، لكن من 8 سنين ولحد دلوقتي أستاذ محارب بيعمل مائدة رحمن في الغردقة في نفس المكان. وممكن يتقال عليها وبقلب جامد انها اكبر مائدة رحمن، وممكن يتقال عليها وبقلب جامد اكبر مائدة رحمن موجودة في الغردقة. احنا بنتكلم عن مائدة بتكفي حوالي 900 شخص. طب ايه الحكاية؟ الموضوع زي ما بيحكي استاذ محارب مع احدى المواقع انه اتربى من صغره زي بقية الناس، ان مصر اهلها نسيج واحد بيجمعهم وطن واحد وكلنا بنعبد رب واحد. لما جت الفكرة في باله من 9 سنين ولما بدأ ينفذها كان عنده هدف واحد فقط، انه مش عايز غير رضا ربنا، لانه مؤمن ان اي خير بيحصل مع اي انسان مقترن بفضل ربنا عليه ثم دعوات الناس الغلابه. ولان مفيش اي فرق ما بين اي نوع بين المصريين، استاذ محارب بيستعين بشيفات مسلمين ومسيحيين، وبعد ما الاكل بيتجهز بيقعد الكل بما فيهم هو عشان ياكلوا مع بعض وياكلوا سوا. والوجبات اللي بيقدموها في المائده فيها لحوم وفراخ وحلويات، والعظيم كمان انه بيجهز وجبات متغلفه عشان يوزعوها دليفري على الناس البسيطه لحد بيوتهم، واللي ممكن يكونوا بسبب الخجل مكسوفين يروحوا لمكان المائدة. واستاذ محارب بيقول في ختام كلامه: اعز اصدقائي مسلمين وتربينا مع بعض من طفولتنا، وعمرنا ما قلنا ده مسلم وده مسيحي، وبحس بالسعادة دايما لما بفطر مع اهلي واخواتي المسلمين. تفصيلة حلوة من مواطن مصري اصيل. وفعلا مصر غير اي مكان تاني في العالم، مصر غير اي مكان تاني في العالم، وناسها واهلها فيهم طيبه وجمال مش هتلاقيها غير على ارضها. والشعب اللي فيه الترابط ده ما يتخافش عليه. كل سنه وكل المصريين طيبين ويجمعهم حب البلد وترابها، وكل سنه ومسلم ومسيحي طيبين وبخير ودايما في وحده وطنيه سوا. سلام.